المنتخب الجزائري اللي حكايته حكاية بعد فوزه الصعب على بوتسوانا ب3-1، تعادل خارج القواعد أمام منتخب غينيا ب0-0. تأجل موعد تأهله الرسمي إلى نهائيات كأس العالم إلى غاية بداية شهر أكتوبر المقبل، لأنه يحتاج إلى فوز أمام منتخب الصومال لكي يضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام غينيا. والجميل بالنسبة للمنتخب الجزائري أنه تقريبا بنسبة كبيرة سيلعب مباراته أمام الصومال في الجزائر وليس في أي بلد آخر، لأن المضيف هو المنتخب الصومالي الذي اقترح ووافق على لعب مباراته في الجزائر أمام المنتخب الجزائري. قلت بأنه حكايته حكاية المنتخب الجزائري لأنه ظهر في هذا شهر سبتمبر بمستوى بعيد عن المستوى اللي ظهر به على الأقل في شهر يونيو الماضي، فرديا وجماعيا وبدنيا وفنيا وحتى نفسيا. من الناحية النفسية شفنا الكثير من الاختلالات، شفنا بطء وثقل في الرتم وفي النسق وفي إيقاع اللعب، حتى أنه طرحت الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام. طبعا بالإضافة إلى ذلك كان فيه خيارات المدرب التي لقيت انتقادات كبيرة في الوسط الإعلامي والجماهيري الجزائري، خاصة مع استمرار الاعتماد على من يوصفون بالكوادر الذين تراجع مستواهم نسبيا، خاصة أولئك الذين انتقلوا إلى دوريات عربية خاصة في السعودية، على غرار بن رحمة، على غرار عوار، وعلى غرار رياض محرز، الذين تراجع مستواهم بشكل كبير جدا، مع استمرار مشكلة حراسة المرمى واستمرار مشكلة تقلص الخيارات على مستوى الرواق الأيمن في هطال فقط، وعلى مستوى وسط الدفاع اللي فيه فقط رامي بن سبعيني، توغاي، وكذلك عيسى مندي، في وقت هو في حاجة إلى 4 أو 5، أكثر من 4 لاعبين، 5 إلى 6 لاعبين في حاجة إلى هذا المنصب. طبعا كل الانتقادات اللي حصلت لم يكن غايتها الإعلامية والجماهيرية أنه تدخل لدرجة أنه المطالبة بإقالة المدرب أو بالاستغناء عن بعض اللاعبين، لأنه ليس الوقت ولأنه هذا من صلاحيات المدرب، ولكن أثار الكثير من القلاقل في الأوساط الكروية في الجزائر دون أن يؤثر على ثقة الجماهير في لاعبيهم وفي الناخب الوطني الذي بإمكانه أن يصنع الحدث في بداية شهر أكتوبر المقبل في 6 أكتوبر أمام الصومال في ملعب ميلود هاتفي، ثم أمام منتخب غينيا في ملعب شهيد حسين أيت أحمد بتيزي وزو. الغاية هي نسيان الإخفاق الكبير الذي حدث قبل 4 سنوات عندما خسر المنتخب الجزائري ورقة التأهل إلى المونديال على ميدانه في الأنفاس الأخيرة من المباراة، ونسيان أيضا الخيبتين في نهائيات كأس أفريقيا في كوت ديفوار، في الكاميرون وفي كوت ديفوار، عندما خرج المنتخب الجزائري من الدور الأول تصفيات كأس